على وقع خطط أمنية خاصة تستعد المؤسسات الحكومية والخدمية لإحياء مناسبة 400 الإمام الحسين بن علي عليه السلام، حيث ستشهد محافظة كربلاء توافد مليوني من قبل المسلمين العراقيين والأجانب. كربلاء المقدسة باتت على أهبة الاستعداد لاحتضان زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام، التي يتوقع لها أن تكون زيارة مليونية يحضرها زائرون من داخل العراق وخارجه، حيث استنفرت كافة الدوائر والمؤسسات الخدمية طاقاتها لإنجاح هذا التجمع المليوني. كل دوائرنا أجهزتنا الأمنية وضعت خطة لازمة لتوفير خدمة معينة للزائرين الكرام ولأصحاب المواكب. الحمد لله بدأنا بتنفيذ هذه الخطط، وأعتقد إن شاء الله ستكون هذه السنة مميزة عن السنوات الماضية، وخاصة في خطة النقل. ملايين الزوار تفد إلى محافظة كربلاء، وقد وصلت طلائع هذه الزيارة عشرات الآلاف من الزائرين وصلوا إلى المحافظة، ونتوقع أن يكون العدد أكثر من 15 مليون زائر سيدخل المحافظة، فيهم عدد كبير من الزوار الأجانب من خارج البلاد. على الصعيد الأمني تخضع المدينة ومنذ عدة أيام لخطة أمنية محكمة يشارك فيها الآلاف من منتسبي الجيش والشرطة، حيث قسمت المدينة لعدة أطواق أمنية وضعت من أجل الحيلولة دون استهداف زائري مرقد الإمام الحسين عليه السلام. تم مناقشة القضايا المهمة والمفصلية في الخطة الأمنية، بالإضافة إلى معالجة السلبيات الموجودة في الخطط السابقة. الحمد لله يعني كافة القوات الأمنية في أهبة الاستعداد للزيارة، بالإضافة إلى هنالك قوات ساندة تم الاستعانة بها في هذه الزيارة. ومع هذه الحشود المليونية التي ستدخل كربلاء المقدسة، فإن احتياجات الزائرين من الماء والغذاء والمبيت مكفولة مجانا عبر مئات المواكب الحسينية التي انتشرت في أنحاء المدينة المقدسة لتقديم الخدمات للزائرين. احنا نقوم بخدمة الزوار موكب بقية الله، مستعدين لكافة الوسائل الخدمية للحسين، زين، من الصبيح لليل، ونبقى 12 يوم بخدمة الزوار. احنا العمارة ها ان شاء الله 8 ايام امشي، ونعمة وخير وبركة، وهذا حب الحسين ان شاء الله ما حد يمنعنا من عده. هاي لو نسحب على رجلينا، هسه انا رجلي ورمت، ها بس اسحق عليها ولا يهمني، بقوة الله والحسين. أمنيا ولوجستيا كربلاء على أهبة الاستعداد لإحياء زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام. من كربلاء المقدسة أحمد مشرفاوي، آسيا الإخبارية. نتابع بعد الفاصل. السلطات المصرية تتصدى لأي